دكتور مرسي، بداية هل ستشاركون في التظاهرات التي يدعى إليها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للBC وللسادة المشاهدين، وتحية للشعب المصري وخاصة الشباب منه الذي خرج بالأمس بهذا الشكل المحترم، هذا الشكل الحضاري القوي المعبر عما يريد. ونتقدم بخالص التعازي لأهل الضحايا الثلاثة في السويس دكتور مرسي، اسمح لي فقط لضيق الوقت، هل لك أن تجيب عن سؤالي من فضلك؟ نعم سأجيب عن سؤالك. تفضل. الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ومن الشعب المصري. نحن منتشرون في مصر وموجودون، ولعل ما صدر من بيانات من بعض الجهات أكد على ذلك. الإخوان موجودون ويشاركون مع كل طوائف الشعب المصري، وسوف تستمر هذه المشاركة وسوف تستمر هذه الفعاليات إلى أن يتم الاستجابة لمطالب الناس. وعلى قمتها الإصلاح السياسي المتمثل في حل مجلس الشعب المزور والضرب على يد الفاسدين لإيجاد فرص عمل للشباب. دكتور مرسي، ستشاركون كجماعة بمعنى أنكم تشاركون في الدعوة لهذه التظاهرة، أم ستشاركون انفراديا؟ أي من ينضم أي من هو عضو في الإخوان المسلمين يحق له بالنزول أو عدم النزول؟ عندما نقول أننا نشارك وأن هذه الفعاليات مستمرة، هذا أمر واضح، لأنه الإخوان المسلمين كما قلت يشتركون مع باقي القوى الوطنية ومع باقي أبناء المجتمع، ونحن حريصون على أن تستمر. تفضل دكتور مرسي، نسمعك. نحن حريصون على أن تستمر هذه الفعاليات إلى أن تتحقق مطالب الشعب. دكتور مرسي، للمزيد من الإيضاح، المتحدث باسم الجماعة عصام العريان قبل تظاهرات الأمس قال إن الجماعة قد قررت أن لا تمنع أيا من الشباب من شباب الإخوان في أي مكان أو محافظة من التعبير عن الغضب ضد السياسات القائمة. يعني استعمال كلمة قررت أن لا تمنع، وليس كأنه هنالك دعوة للنزول إلى الشارع. يعني ألا يمكن أن يكون البيان أكثر وضوحا بالقول ندعوكم للنزول إلى الشارع على سبيل المثال، وليس لا تمنع؟ نحن لا نريد أن ننفرد بهذا الحدث وحدنا، ولا نريد لأحد أن ينفرد به. عندما نقول أننا لا نمنع شبابنا ورجالنا ونسائنا من النزول، يعني ذلك أننا مشاركون مع الآخرين في التعبير عن هذه المطالب واستمرارها. لا نقول أننا وحدنا، ولكننا جزء من المجتمع والشعب المصري، والكل حريص على تحقيق هذه المطالب، استمرار الفعاليات إلى أن تتحقق مطالب الناس. دكتور مرسي، بعض من الشباب الذين نزلوا بالأمس يقول بأن الإخوان هنالك الأفراد شاركوا من الإخوان، ولكن ليس هنالك دعوة رسمية واضحة وصريحة من أجل النزول من قبل الإخوان. من شارك من الصف الأول إن صح التعبير في الإخوان المسلمين في هذه التظاهرات دكتور مرسي؟ يعني من رأى الصورة، كانت الصورة مشرفة بالنسبة للشعب المصري ولشباب مصر جميعا الذين هبوا هذه الهبة السلمية القادرة على أن تبلغ رسالة قوية وتستمر فيها. ورموز الإخوان كانوا موجودين، ومن ينظر إلى الصورة يرى نواب الإخوان المسلمين السابقين في البرلمان، ورموز كثيرة منهم موجودة، بالإضافة إلى نسبة من الموجودين من شباب الإخوان ومن رجال الإخوان. الإخوان يشاركون مع غيرهم في هذه الفعاليات ويستمرون في المشاركة إلى أن تتحقق مطالب الناس، وهي مطالب شرعية ومشروعة. وإذا كانت بهذا القدر من الشعبية والانتشار فإنها فوق الدستورية كما يعرف الجميع. وبالتالي يجب أن يلتزم بها الجميع وتتحقق هذه المطالب. وكما قلت هي معروفة، وعلى قمتها حل هذا البرلمان المزور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإلغاء حالة الطوارئ والضرب على يد المفسدين ومحاسبتهم حتى تتوفر فرص العمل لهذا الشباب، وحتى تتحقق مصالح الناس، وحتى ينزل النظام القائم على إرادة الناس. وهذا أمر طبيعي جدا ومشروع جدا
دكتور مرسي اسمح لي دكتور، هل تسمعني؟ ومما يشرف المصريين جميعا أنها كانت حركة وما زالت سلمية وستبقى كذلك. دكتور مرسي يبدو أنك لا تسمعني. شكرا لك. المتحدث باسم الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد مرسي. ونعتذر عن قطع الاتصال بهذه الطريقة، ولكنه يبدو بأنه لا يستطيع سماعي. ننتقل إلى